كابتن حسن يوسف نجم الزمالك منورنا في امبابة، وانت ابن من ابناء امبابة. عايز تعلق على التجمع الجميل ده، وانت النهارده مكبرنا ومشرفنا في الملعب. اولا طبعا كابتن سامح البلدوزر والكابتن حسام نرجس الصراحه عاملين لنا جو رمضاني جميل، ومجمعين كل حبايب وكل اهل امبابه وكل النجوم هنا. انت ديك شايف الدوره هنا عامله ازاي، ما شاء الله بقت مليانه بنجومها وشعبها وجماهيرها. وان شاء الله يعني دي تاني سنه ليها، واخده تالي من اعلى الصيت في الدورات في القاهره والجيزه كلها. وان شاء الله من سنه لسنه بتعلى ونعلي منها ان شاء الله تاني. احنا قلنا يا كابتن مفتقدين نجوم كتير كان المفروض تشارك، ولكن نظرا لان هي شركه فبيستعينوا باتنين لعيبه. السنه الجايه بقى انت مع الكابتن حماده وحسام والكابتن سامح كلكم مع بعض، عايزين حاجه بقى كبيره لاهالي امبابه. بص، هي اولا هم ما شاء الله هم يعني هم اصحاب الشركات، هم مثلا اصحاب 11 مكان، فهم عاملين البطوله للاماكن بتاعتهم للموظفين. هم عشان هم اجازه في شهر رمضان، فهم عاملين البطوله دي للموظفين بتاعت الاماكن. ومثلا بيدي عشان يبقى البطوله قويه بيضيفوا اتنين لعيبه في كل ايه، في كل فرقه. فانت عارف عشان ما شاء الله البطوله سمعت جدا، وفي نجوم كتير وفي جماهير كتير، فاحنا عايزين طبعا يبقى في نجوم اكتر وفي فرق اكتر، بس كده هنظلم الموظفين بتوع الشركات، فاهم؟ فلعل وعسى ممكن نتكلم معاهم ونشوف صرفه نزود الفرق، نزود اي حاجه عشان نستفاد اكتر ويبقى في نجوم اكتر، وبنشوف حل للموضوع ده. وجودك النهارده في الدوره، ويمكن الجمهور بيجي مخصوص برضه عشانك، نجم كبير من ابناء نادي الزمالك، وليك باع كبير في الدوري المصري واضافه كبيره لاي مكان يا كابتن. طبعا واخد بالك الواحد بيبقى مبسوط جدا وسط اخواته واهله. هم هنا اخواتي واهلي وطول ما الواحد طلع ونجم بقى نجم وبيلعب في اي حته اعلى، بيضطر ان هو مثلا يجي وسط اخواته وسط حبايبه، ويحس ان جو رمضان وسط الاهل برضه بيبقى جميل هنا. انت نورتنا يا كابتن حسن.